كام تكاية كده في خلطة المحشي بتودي الطعم في حتة تانية. حرفيا محدش داق اي نوع محاشي من ايدي الا وسألني انتي بتعملي المحشي بتاعك ازاي. النهاردة في فيديو مختصر كده هقولك على خلطة المحشي اللي ما بستغناش عنها، بعملها لأي حاجة، سواء كرنب، ورق عنب، محشي مشكل، او حتى ممبار. ما بغيرش الطريقة بتاعتي دي. هقولك كده على كل التفاصيل في الفيديو ده، فيديو مختصر بسيط. بس لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة، بنزل كل يوم وصفة حلوة، وفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقة على طول. عندي هنا حلة على النار، حطيت فيها شوية كويسين كده من الزيت. لو حابة تستخدمي سمنة زي ما انت عايزة، بس انا لما بيكون عندي الشوربة دسمة يعني بستخدم زيت. عندي هنا بصلتين كبار فرمهم في الكبة ناعم جدا، وعندي كمان قرنين 3 كده من الفلفل الحراق. تقدري تستغني عنه لو عندك اطفال ما بتحبش الاكل الحراق، بس عموما الفلفل الحراق في خلطة المحشي بيكون حلو جدا. نزلت بالفلفل بتاعي، ونزلت بنص البصل اللي انا فرمته في الكبة فقط، وباقي كمية البصل هقولك هنعمل فيها ايه. على نار عالية كده ببتدي اقلب البصل بتاعي مع الفلفل، هقلبه تقليبة كويسة كده. وخدي بالك عشان انا مش عايزة البصل بتاعي يتحرق، عشان ما يمررش الخلطة بتاعتي، لمدة دقيقتين 3 كده. وعايزة البصل بتاعي يدبل وياخد اللون البني الفاتح، مش عايزة البصل لونه غامق ولا حاجة، بس مجرد ان هو التشويح ده بيديله طعم. حطيت كمان ورقتين 3 كده من ورق اللورة، بيدي طعم حلو جدا للخلطة بتاعتي. بعد كده، بعد ما خدت اللون اللي انا عايزاه من البصل، نزلت بيه الطماطم بتاعتي دي انا مفرزاها فمتسبكه نص تسبيكه. يفضل ان خلطه المحشي يكون عليها طماطم كده تقيله، عشان ما تقعدش تغلي على النار كتير. ولو عندك طماطم فريش تقدري تضربيها في الخلاط كويس جدا، بس بشويه صغيرين من الميه، عشان زي ما قلت لك ما تاخدش وقت طويل على النار. نزلت بمعلقه صغيره من السبع بهارات، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه بتدي ريحه حلوه جدا، وعندي كمان معلقه كبيره من السكر. ما تقلقيش، خلطه المحشي مش هتكون مسكره، بس بيوازن الطعم وبيدي طعم حلو جدا للخلطه بتاعتي. حطيت معلقه كبيره مليانه من البابريكا عشان تديني اللون الحلو اللي انت هتشوفيه في الاخر. وحطيت كمان معلقه كده من الملح. وممكن تجيبي شويه من البهارات بتاعه المحشي جاهزه كده من عند العطار، هتحطي معلقه كبيره مليانه منها. سبت الطماطم بتاعتي على النار لحد ما اتسبكت كويس جدا. زي ما انت شايفه وانا بقلبها مفيهاش ميه خالص ولا هي سايله، هي مركزه جدا زي ما انت شايفه. خدت في طبق جانبي عندي شوية كده من الصلصة دي على جنب. واعملي الخطوة دي لو انت هتعملي محشي كرنب او ورق عنب او محشي مشكل، انما لو هتعملي ممبار ما تاخديش شوية من الصلصة على جنب. انا خدت بس شوية من الصلصة، وهقولك دلوقتي انا هعمل فيهم ايه. طبعا الطماطم بتاعتي او الصلصة بتاعتي انا مظبطة الملح والبهارات بتاعتها. ابتديت انزل بالبصل بتاعي اللي هو البصل اللي انا شلته في الاول. طب اشمعنى؟ هقولك ان البصل اللي احنا شوحناه بيدي طعم للمحشي، والبصل الني بيدي طعم، ده بيدي طعم وده بيدي طعم مختلف، الاتنين مع بعض بيدوا طعم حلو جدا، وميكس كده رهيب لخلطة المحشي، لازم تجربوه. نزلت بيه نص كيلو من الرز المصري، غسلته كنت سايباه يتصفى، انا مش عايزة اي حاجة فيها مية. ونزلت كمان بميكس كده من الخضرة بتاعتي، شبت وبقدونس وكزبرة، او ممكن تحطي نوع الخضرة اللي انتي بتفضليه، المهم ان هي متقطعة صغير جدا، والمحشي بيحب الخضرة كتير، فانت حطي شوية كويسين كده من الخضرة. واهم حاجة ان هي تكون متقطعة صغير زي ما انا قلتلك. قلبت كويس جدا الخلطة بتاعتي الخطيرة دي، ولازم تطلع معاكي باللون اللي انت شايفاه ده، ما ينفعش يكون لونها افتح من كده، عشان بعد كده تديكي اللون الحلو في المحشي بتاعك. طبعا انا ظبطت الملح بتاعي والبهارات بتاعتي وكده، انا ركنت الخلطة على جنب. هاجي بقى للشوربة اللي انا هسقي بيها اي نوع محشي بتاعي. طبعا بجيب كمية الشوربة بتاعتي، كل ما كانت الشوربة مركزة وطعمها حلو، كل ما هتديكي النتيجة حلوة قوي في المحشي. انا كان عندي هنا شوربة لحمة، حطيت عليها الصلصة اللي انا شلتها في الاول، اللي قلتلك هنشيل جزء منها على جنب عشان تدي لون حلو للشوربة.
يعني انت لما بتحطي جزء كده من الصلصة بيفرق معاكي جدا في المحشي، يبقى الخلطة نفسها لونها احمر، والشوربة اللي بتسقي بيها المحشي بيكون كمان لونها احمر. حطيت كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان، ودبس الرمان خطير في اي نوع محاشي، عايزة اقولك بينقل طعم المحشي في حتة تانية. لازم تجربيها، الناس اللي ما بتحبش تخرج عن المألوف في المحشي جربيها، بتكون خطيرة. التركة دي لو جربتيها صدقيني مش هتعملي محشي غير بالطريقة دي. وطبعا الشوربة كانت مركزة مظبوط فيها الملح والبهارات بتاعتها، فمش هحتاج احط عليها اي حاجة تاني، الا لو انتي هتسقي ورق عنب هتحطي مع الشوربة ودبس الرمان والصلصة اللي احنا حطيناها عصير ليمونة كبيرة فقط. وبعد كده بتكون معاكي الخلطة جاهزة، بتستخدميها في اي نوع محاشي بتكون خطيرة. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.